ازيكم عاملين ايه؟ لو مش هتكمل فيديو من البدايه يا ريت تخرج منه، لان انا هقول على اهم حاجات هتعملها في الفتره دي، وباذن الله لما تسمع كلامي يعني هخليك تعدي ليفل واحد زي ما بيقولوا. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمان ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، عشان باذن الله هنزل لكم تريكات قبل كل ليله امتحان لكل ماده، والحاجات دي هتفيدكم باذن الله، وهي مجربه وجايه من امتحانات السنين السابقه. فاعمل لايك للفيديو واشترك في القناه كده عشان تحفزني ان انا اكمل فيديوهات. اول حاجه هتكلم عنها في فيديو النهارده هي بخصوص النوم والتاجيل والتسويف والمراكمه، وان انت حاسس ان انت هتضيع والاحباط وكل الكلام ده. هي بعنوان ان انت عود نفسك على المذاكره، عود نفسك وعود تقاليدك ان انت تذاكر. بمعنى ان انت ابدا اول يوم مذاكره، لو انت عملت تحدي مثلا 30 يوم مذاكره، ابدا اول يوم بساعه، بعد كده زود ساعه يبقى ساعتين تاني يوم، 3 ساعات تالت يوم، لان انت لو قعدت اول يوم 10 ساعات على المذاكره مش هتقدر اصلا. تاني حاجه هتحس باحباط، تالت حاجه تحس ان المنهج كبير عليك. تاني حاجه من حيث حته الاحباط، حاول تقسم المنهج لاجزاء، ما تحسش ان المنهج كله، وليكن مثلا في الفيزياء ما تحسش ان المنهج كله 8 فصول، لا المنهج كله عباره عن 8 دروس، اعتبرها كده في دماغك، وهات كل فصل وذاكره بالراحه خالص وحل عليه، ثم بعد ذلك انتقل للفصل اللي بعده. ده من حيث حته المواد. تالت حاجة، حاول ما تشتتش نفسك في الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة هي عاوزة تركيز وعاوزة إن أنت تصفي ذهنك خالص، ما تشوفش إعلان لمدرس ترجع عاوز تشترك الإعلان مدرس. بلاش إحباط وإنك عاوز تشترك مع كل المدرسين، اشترك مع مدرس واحد بتفهم منه، وبلاش إن المدرس ده يكون كل الطلبة عاملة عليه هجوم، لأن أنت ممكن يكون الطلبة عاملة هجوم على مدرس وأنت بتفهمش منه، كل الناس بتفهم منه بس أنت بتفهمش منه. ما تنساش ورا الهجوم أو ورا القطيع عشان ما تضيعش أنت في الآخر. رابع حاجة، ما تشتريش اكتر من كتاب في الماده الواحده، يعني بالمختصر المفيد كده هات كتاب واحد، وليكن مثلا انا برشح المواد العلميه هات كتاب الامتحان مبدئيا، ثم بعد ذلك فكر مثلا في نيوتن للفيزياء، في مندليف للكيمياء، في كتاب الجوهري مثلا للاحياء، او كتاب التفوق وهكذا. فما تنساش انك تجيب اكتر من كتاب، هات كتاب واحد خلصه ثم بعد ذلك تيجي للكتاب اللي بعده. كمان حاجه الطلبه بيسالوني عليها، ان هم بيبصوا لكتب الترم الاول والثاني وشايفين ان هي بقت كم كبير عليهم وعاوزين يحلوها وعاوزين ان هم يجتهدوا في حلها. فانا بقول لك دي ضياع للوقت، ان كتب الترم الاول والثاني هي شرح تفصيلي او حل تفصيلي لكل درس في كل فصل. فالفتره الاخيره انت المفروض تحل على كل فصل لوحده كامل مكمل، مش دروس درس. كمان حاجه انك تحل بعد ما تخلص الفصل الاول والثاني الثالث الرابع الخامس، حليت على كل فصل مجمع اسئله، تبدا ان انت تحل امتحانات شامله، تحل امتحانات سنين سابقه، نماذج استرشاديه. في مسؤول من الوزاره قال كلمه ان امتحانات النماذج الاسترشاديه هتيجي يعني هيجي افكار منها مشابهه لامتحان نهايه السنه. فانت عود نفسك ان انت تحل نماذج استرشاديه، نماذج امتحانات تدريبيه اللي الوزاره بتنزلها على موقعها. اكتب موقع وزاره التربيه والتعليم واكتب نماذج استرشاديه، هيظهر لك نزل لكل المواد حرفيا ما عدا ماده الاحياء. جروب التليجرام هنزل لك عليه برضو النماذج الاسترشاديه، ولو ما عرفتش تتواصل معايا على جروب التليجرام اضغط فوق هتلاقيني، ابعت لي وانا هبعت لك الحاجات اللي انت عاوزها من حيث النماذج الاسترشاديه، امتحانات سنين سابقه، كل حاجه. كمان حاجه في الفتره الاخيره كنت حابب اوجهها، يعني ما تفكرش في مجموع، ما تفكرش في كليه، ما تفكرش في اي حاجه. ممكن انت تكون نفسك في كليه طب وربنا مش رايد لك، ان انت مش حاطط لك الخير فيه، ربنا يحطك في كليه تانية ويكون الخير فيها ويكون كل حاجه متهيالك فيه. فبلاش انك تفكر في مجموع، بلاش انك تفكر في نتيجه، بلاش انك تفكر في تنسيق، بلاش تفكر في كليه. كل حاجه ان كل شيء خلقناه بقدر، ربنا مهيالك كليه هي لايقه عليك، هي الخير فيها، هي كل حاجه فيها، مستقبلك فيها. فالفتره الاخيره بلاش تشتت نفسك بالحاجات دي خالص، اسعى واجتهد، والنتيجه او الكليه او التنسيق دي حاجه بتاعت ربنا، هو اللي هيهيالك الكليه في الاول والاخر. مهما كنت رايد كليه هو هيحط لك كليه، هو شايف لك الخير فيها، و هتكون الخير فيها ومستقبلك وكل حاجه وانت تحبها، وهتفتكر بعد كده وتقول ان الخير كان في الكليه دي. فبلاش تفكر في حته الكليه. حته بقى كده سريع للناس اللي هي عاوزه تاجل تراكم، تاجل او تقسم السنه. حته تاجيل السنه هو القرار الاوحش او الاخطا على مدار السنين. بلاش تاجل السنه وتقسم السنه لسبب ما. بلاش انك تاجل السنه مثلا عشان اهلك ضاغطين عليك، او تقسم السنه عشان اهلك ضاغطين عليك، او تقسم السنه عشان ما فتحتش ماده. كل ده تقدر تعمله في الفتره الحاليه. انت لو سمعت الماده مظبوط، انا بقول تخلصها في 3 ايام. ازاي؟ تسمع الفصل مجمع على اليوتيوب، كل فصل معمول في 4 أو 3 ساعات، تكتب الاهم الحاجات اللي مكتوبه فيه، تبدا ان انت تحل. ما عرفتش تحل هات مدرس بيحل، يعني الفصل هياخد منك 5 ساعات بالحل بالشرح بكله. 5 ساعات. ويقول مثلا في الفيزياء بنتكلم في 8 فصول، يعني بحوالي 40 ساعة، وكمان آخر 4 فصول بتوع الحديثة مش هياخدوا منك ال5 ساعات، يعني بنتكلم في ساعتين لكل فصل أو 3 ساعات بالكتير.
فيعني بنتكلم في الفيزياء مثلا نقول 30 ساعه بالكتير. 30 ساعه دول انت لو قعدت ضغطت نفسك يومين هتجيبهم. يومين 2 للفيزياء. نتكلم في 3 ايام يعني 3 ايام لكل ماده حرفيا هتخلص حل وشرح. تبدا ان انت تحل بعدها حل. انا بتكلم على حل فصول مجمعه، مش بنتكلم حل شوامل. تخلص بقى فصول مجمعه وشرح الماده، بعد كده تذاكرها انت لوحدك تاني وتتقنها، تخش على امتحانات الشفوي. ده من حيث المواد. عندك حاجه بقى، بلاش تقارن نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك، قارن نفسك باليوم اللي قبل كده. اليوم اللي قبل كده كان مستوى عايش، النهارده اتحسنت، النهارده ذاكرت، امبارح كان عندي حاجه. وكمان بلاش ضغط الاهل عليك ولا كانك سمعت منهم اي حاجه. اللي امه مثلا او والدته ربنا يبارك لها ويديها الصحه تقول له مثلا مش هتجيب مجموع، هي بتقول لك كده من باب الفضول، من باب ان هي خايفه عليك، من باب ان هي تحفزك بس بطريقه عفويه. يعني هي بتقول لك كده مش هتجيب مجموع يا ابني، مش هتعمل مش عارف ايه، انت بتذاكرش، انت هي بتقول لك كده بحيث ان انت لما تعمل هجوم عليك نفسيتك تتاثر، فلما نفسيتك تتاثر هتبدا انت تذاكر. هي بطريقه عكسيه، بس انت ولا تاخد الكلام ده دماغك، لان في ناس بتاخد الكلام ده بطريقه عكسيه وبتحول ان هي بالفعل تحبط وتقول لا مش هجيب مجموع طالما والدتي قالت لي كذا او والدي قال لي كذا او والدي زعق فيا وقال لي كذا. بلاش تحط كلام اهلي خالص الا لو هما بينصحوك للخير. ذاكر يا ابني وبطريقه حسنى. لو حد ضغط عليك ولا تشغل بالك الفتره الاخيره دي، خصوصا عارف ان في ضغط كبير عليك وعارف ان في وقت مضغوط جامد. الستريس ده كله هيضيع باذن الله بعد اول امتحان شامل. كل امتحان هتلاقي نفسك بتخلص ماده فاجتهد. هما من النهارده لحد اول يوم امتحانات ثانويه عامه حوالي بنتكلم في 40 يوم، اجتهد فيهم عشان ربنا يوفقك ويكرمك. بس كده كان معكم دكتور فارس نشأت. سلام.